يحلمون يحلمون اللي فيك يفكرون، ياخذونك انت مني والله لو يتجننون، ياخذوا قلبك مكاني وينسونك حناني، قل لهم هذه اماني ولا هم ما يقدرون. يحلمون يحلمون اللي فيك يفكرون، ياخذونك انت مني والله لو يتجننون. ترم 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 برم. الو، لكن باتصال هاتفي سمو الامير فيصل بن تركي نائب رئيس نادي النصر. سمو الامير حياك الله معنا في جولة هذا اليوم. تعويده دايما. الله بالخير. عايز احب امسي على ضيفك الكريم. مساك الله بالنور. اولا بس لا تقاطعني في موضوع ابغى احكيه، بس لا تقاطعني فيه. يخرب عقلك ده انت مسخره. اولا يعني من اللي يحلمون بس ابغى اعرف. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللي يحلمون هذه اغنيه مقدمه. هذه اغنيه بس انا اعتقد قناه الاي ار تي نعم، وخصوصا الجوله ما هي قناه طرب او كليبات او قناه شعر. بس لما اشوف الراجل ده فضحني في كل حته وعامل ثانيا اي ار تي عندها قناه اسمها اي ار تي الزعيم. حضرتك عارف انا كل يوم انا باجي الحصه الاولى بروح كده جماعه قلت له اضرب عزوزه انا عايز استنى انا معاك عليه قلت له يعني انا مش قلت له لا ما كانش ازاي انا قلت له الامير يعني هذا شيء. قلت لك لا تقاطعني يا اخي. تفضل. بس يا ام زكي هتموتي نفسك يا ام زكي. بس يا اختي بس عشان اللي بطنك بس. يحلمون. اولا احنا تقدمنا بعرض كبير لنادي الوحدة وهو 20 مليون ريال. انا مش حرامي، انا مش حرامي، انا طايش، انا مجنون، انا طول الله في برسيمه. ونادي الوحدة وافق عليه، لكن اللاعب هو اللي رفض في هذيك الايام. اديك قلت اهو بعضمة لسانك، لازم اشخط فيك يعني؟ قلة الادب والمسخرة بتاعت المصار بتوع العيال دي. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. عن عيسى المحياني لماذا لم يدخل النصر؟ لا ابدا، عيسى المحياني انا اعتقد ان لا يستحق ارتداء في فانيلة نادي النصر. ارجوك ما تسمحش لنفسك بتقييم الموقف بدون دراسة مسبقة، والا هتخرج بمفهوم خاطئ تنعكس على رغبتك ابتداء في تلويث الاخرين. اي حد يسأل عليا انا قاعد على القهوة بره.